السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وزد وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي المتابعين المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله وحط لايك وفعل الجرس فضلا منك وليس أمرا. مليون مرحب بالمشتركين الجدد، نورتوني والله وزادت القناة نورا وشرف بيكم. طبعا يا بنات النهارده انا هعمل معاكم روتين عند ماما. طبعا انا كنت عامله فيديو قبل كده عندي في الشقه، وكنت قايله لكم فيه ان انا مسافره رايحه لوالدتي عشان خاطر ان انا اشوفها وكده، عشان من زمان ما شفتهاش. فطبعا انا متعوده على طول ان انا مثلا لما بكون عند مامتي وكده وقاعده يومين معاها او ايا كان، يعني يوم 2 3 لازم ان انا اروق لها الشقه وكده قبل ما اجي. فطبعا ده اللي انا كنت بعمله يا بنات. يعني انا قعدت معاها يومين واليوم التالت كنت مروحه في اليوم التالت، فهي قالت لي لا اقعدي معايا النهارده، وبالفعل قعدت. فطبعا قلت طالما انا يعني هقعد وكده ان انا اروق لها البيت قبل ما امشي وكده. طبعا انتوا ممكن تلاقوا صوتي متغير وكده عشان انا كنت تعبانه والله. زوري كان تعبني وكده، فاضطريت ان انا اسجل الفيديو وانا تعبانه والله، عشان ما تاخرش عليكم كده يا حبيب قلبي. فسامحوني بقى على صوتي وكده. بصوا انا كده انا كنت بشيل الفرشه. طبعا انا في اليوم دوت عايزه اقول لكم والله ان الصاله بس لوحدها اخدت معايا وقت كبير، لان الصاله يعني عشان واسعه وكده وفيها فرشه كتير، فاخدت معايا يعني وقت ومجهود جامد كمان. بس ما كانش في حد بيعمل معايا الا انا لوحدي، لان كل مره اخواتي بيعملوا معايا بس ما كانوش موجودين. كنت انا لوحدي وكده. فانا على اساس برضو كان انا امشي، يعني كنت المفروض امشي مثلا في نفس اليوم ده، فانا ما مشيتش. فقلت لما يعني هقعد وكده لا يبقى اروق البيت يعني قبل ما امشي لماما وكده، عشان ماما كانت قايمه من دور عيا وكده. وعايزه اقول لكم والله ان ما كانتش بتقدر تعمل اي حاجه في الشقه. فالشقه كانت كلها برضو تراب والفرشه كانت كلها تراب وكده. فقلت لا ما ينفعش ان انا برضو امشي واسيبها. فطبعا انتوا عارفين والله يعني دعوه الام او رضاها يعني على ابنها او بنتها دي بالدنيا كلها. وانا ما كنت يعني مش عايزه حاجه من الدنيا الا رضا مامتي بس عليا. حتى انا كنت ماشيه والله في يعني تاني يوم مشيت، بس كنت زعلانه فعلا انا ماشيه وسايباها. بس هعمل طبعا الظروف يعني بتحكم علينا، يعني عشان خاطر ولادنا والمدارس وظروفنا برضو. بس يعني الحمد لله، يعني قبل ما امشي بسطتها برضو والله. وقبل ما امشي كانت بتدعي لي والله ان انا مثلا يعني عملت البيت وكده، لان انا عملته لها مفاجاه ما رضيتش اعرفها ان انا هعمله. لان لو عرفتها ان انا هعمل البيت وكده، لا اما كانت هتساعدني فيه، طبعا هي لسه قايمه من دور تعب، لا اما هي ما كانتش هتخليني ان انا اعمله. فهو فعلا في اليوم ده لما انا قعدت وكده، فهي كان قالت لي بس انا يعني هتروح تعيد كشف وكده. فقلت لها خلاص ماشي روحي. فاختي التانيه راحت معاها. قلت لاختي التانيه روحي انت معاها، عشان انا مش قادره اروح كده، على اساس ان انا برضو اعمل البيت. فالمهم لما راحت هي واختي، فانا قعدت صراحه. فقلت لا، خدتها فرصه ان انا اعمل الشقه قبل ما هي تيجي، يعني ان انا اقلب الشقه كلها قبل ما هي تيجي، عشان لو جت ولقيتني بعمل هتعمل معايا، ليه مش هتخليني اعمل، هتقولي انت جاي تقعدي معايا يومين ترتاحي وكده. فمش يعني ما كانتش هتخليني اعمل الشقه وكده. فالحمد لله. والله عايزه اقول لكم برضو ان انا يعني حتى لو يعني الشقه اخدت معايا وقت، بس والله يعني حاولت ان انا اخلص بقدر الامكان قبل ما هي تيجي برضو. وفعلا بابايا يا بنات، بابايا في الوقت ده ما كانش موجود. بابايا بينزل مثلا يصلي العصر او ايا كان الفرض اللي بيصليه، وبيدنا قاعد مع اصحابه تحت في بدنا قاعد مع اصحابه تحت وكده. فهم في اليوم ده فعلا ما طلعليش خالص. فانا برضو من ناحيه قلت الحمد لله ان ما فيش حد معايا الا انا وعيال اختي بس صغيرين. وقلت ما اعمل انا بقى. حتى هما كانوا بيساعدوني برضو والله. اللي كان مثلا بيمسح كرسي كرسي السفره، اللي كانت طبعا بنت اختي الكبيره راحت مسكت الاوض، شالت من الناس الجد كله وبقت تكنس فيها. وانا بقى مسحت وروقت يعني عليا الحاجات التقيله. ده غير البلكونات، وكان عملتها كلها. يعني البلكونه اللي انتوا شايفينها اللي فيها السجاد دي كبيره قوي،
البلكونه دي لفه بالصاله كلها، فبرضو واسعه. فقلت دي مش هعملها الا اخر حاجه برضو، بحيث ان انا ايه اخلص الشقه كلها. وعايزه اقول لكم برضك ان انا يعني مسحت مرتين والله. المره الاولى لما حطيت كوروكس وكده وبرسيل بقى يرغي في السيراميك، لما الشرشوبه بقت ترغي فقلت لا مش هينفع برضك، عشان ايه ممكن مثلا انا خفت على العيال برضك ان هم يقعوا ولا كده، زي ما انتم شايفين كده كانت بترغي. فانا بعد ما مسحت الشقه كلها تاني رجعت كبيت الميه دي تاني، وحطيت ميه جديده نظيفه، ميه بيضه تاني، وعدت عليها مسح تاني والله. بس هي فعلا كانت تعبتني لانها واسعه. يعني شوفوا يعني الركنه في جنب والصالون، وغير كده كمان الصاله من قدام فيها السفره، وبقيت اشيل واحط كمان لوحدي. فانا في اليوم ده والله تعبت، لان متعوده ان انا مثلا ايه انا واخواتي او انا واختي الكبيره بخص ان اللي بنعملها وكده. فاختي فعلا جت، يعني كانت جت قعدت معايا يوم، ومشيت على اساس ان انا ايه، يعني اساس ان انا مش هعمل حاجه في الشقه وكده، ان انا ابص على ماما واقعد معاها يومين وخلاص وهروح. بس لما لقيت نفسي بقى ان هي مثلا ماما قالت لي اقعدي وما اعرفش ايه، فقلت لا طالما انا هقعد يعني اللي خليني اقعد وكده، لا انا هروق لها البيت قبل ما امشي. والحمد لله والله. بصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم والله رضا الام بالدنيا، وعايزه اقول لكم على قد ما تقدروا ما تسيبوش امهاتكم، وحاولوا انكم تراضوهم، واللي زعلان من امه يراضيها برضو. يعني كفايه والله دعوتها ليكم دي بالدنيا. احنا ماشيين بصي احنا ماشيين في الدنيا دي ببركه ربنا ودعاء الام. اه والله العظيم دي اللي احنا يعني الحمد لله. في ناس كتيره برضك يعني ماشيه بدعوه الام وبركه ربنا، وفي ناس طبعا يعني ايه زعلانه من امهاتها، فوالله مش مستاهله. وغير كده طبعا انا زي ما قلت لكم انا تعبانه، كنت بسجل فيديو وانا تعبانه، فاعذروني طبعا يا بناتي حبايب قلبي. فعايزه اقول لكم يا بنات والله يعني بصوا ما حدش يزعل والدته، يعني رضاها دي بالدنيا، بصوا بالدنيا كلها. يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني مامتي دي انا بحبها قوي، ما بتصعب عليا كده لما بتبقى تعبانه، او يبقى مثلا فيها حاجه ولا كده، والله بتصعب عليا. يعني بقعد اقول مثلا يعني الواحد هيروح لمين تاني، ولا حتى مهما كان لك اخوات او كان لك بيت او عيله او عيال، بس برضو يعني كفايه بصي كفايه ان امك بتبقى فاتحه البيت لماكوا مثلا مجمعانا، دي كفايه والله بالدنيا كلها. وربنا يخلي كل ام يا رب، ويخلينا امهاتنا كلنا يا رب. طبعا انا زي ما قلت لكم انا كنت خلصت مساحه الصاله مرتين، حتى انتوا شفتوا يعني دلوقتي كانت بنت اختي برضك بتمسح فيها تاني. انا عيال اختي صراحه ما شاء الله عليهم برضو كانوا بيساعدوني والله صراحه. واحده يعني واحده كبيره شويه، واحده يعني ايه صغيره شويه، بس والله كانوا يعني ساعدوني شويه برضو. واللي وصل عندنا كده يا بنات يصلي على النبي كده عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتفعيل في الجرس. وهنا يا بنات بقى انا كنت انا كنت والله عايزه ان انا اغسل لها الحفظتين دولي، بس فعلا مفيش وقت. وغير كده ماما مش عندها يعني ايه، هي عندها الحفظتين دولي بس. يعني انا لو غسلتهم ما كانش ينفع ان انا احط حفظات تاني، مفيش اللي هم دول بس اللي عندها. فهي كانت بتتكلم معايا يعني قبل ما انا اروق البيت، كانت بتقول لي والله عايزه اشيل الحفظات دي واغسلها، بس مش هشيلهم واغسلهم الا لما اجيب حفظات تانيه. يعني حفظتين قصاد دولي ليه بقى؟ الحفظات دي بتحمي السجاد معايا يا بنات. الحفظات دي بتعمل سجاد يعني من التراب، من الرجلين يعني ولاد اختي وكده. فانا ايه ما رضيتش ان انا اغسلهم برضو، قلت لو غسلتهم يعني هتحط ايه وكده. فقلت لا مش هغسلهم ان شاء الله الا المره الجايه لما ابقى اروح لها بغسل لها مثلا ابقى اغسل لها الحفظات دي. وفي سجاده بتهيألي برضك عايزه تتغسل، قلت برضو هغسلها معايا. فبصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم ان انا خلصت الصاله دي. هشوف صاله كبيره ازاي. عايزه زي ما انتم شايفين المطبخ كان مكركب ورايا، وفي صاله تانية برضو. الصاله التانية دي كبيره برضو، بس مش كبيره زي دي برضو، يعني وسط كده. دي مدخلاني مثلا على الاوض وعلى الحمام وعلى المطبخ. فعايزه اقول لكم برضو كلنا بعد ما خلصت الصاله وفرشتها وروقتها، دخلت برضو على الاوض كلها فرشتها برضو وروقتها ومسحتها. يعني انا مسحت اوضه الاطفال في الفيديو برضو معايا، يعني عملت على الصاله والفيديو واوضه الاطفال بس. اما التانيين بقى عملتهم بعد ما خلصت، يعني بعد ما خلصت خالص
مسحتهم كده. انا كنت يعني عايزه احاول ان انا اخلص قبل ما ماما تيجي برضو. هنا اوضه الاطفال برضك كانت زي ما انتم شايفين، هي كانت نظيفه، كانت يعني عيال اختي كانوا منضفينها، بس انا مسحتها بس وفرشتها وخلاص على كده. بعد ما خلصتها بقى فرشت اوضه النوم ودخلت والله على المطبخ، يعني عملت حاجات كتيره برضو. وعايزه اقول لكم والله ان انا جاي يعني مروحه وهي بتدعي لي. يعني تاني يوم قبل ما اروح كان صابع ماما اتفتح برضو من السكينه. فبرضو قبل ما امشي روقت لها الدنيا برضو ترويقه خفيفه بقى، عشان كنت لسه شايله الفرشه ومسحه وكنسه، وعامله لها الاكل قبل ما امشي. حتى انا قلت لها ان انا يعني لو عايزين اقعد معاكي هقعد. قالت لي لا يا حبيبتي روحي انت عشان خاطر عيالك وكده، عيالك اللي في المدارس وكده مش هينفع تقعدي معايا اكتر من كده. واختك يعني اختي التانيه كانت قاعده معاها برضو مش سايباها صراحه. فانا مشيت برضو عشان منقوله على اختي التانيه. هي اختي التانيه قاعده معاها هي وولادها وكده. فانا مشيت والله، انا مع اني ما كنتش عايزه امشي، كنت زعلانه قوي ان انا ماشيه من ناحيه ان هي مثلا ايديها متعوره وكده ومش هينفع ان هي تعمل بيها اي حاجه ولا تحطها في ميه. ومن ناحيه تانية برضو ان انا يعني ايه بحب اقعد عندي مامتي شويه، يعني بحب اقعد معاها وكده. بس هعمل ايه برضو، اللي حاكمني ولادي برضو عشان ما ينفعش ان انا اسيبهم كان اكتر من كده. وكون ان انا كنت خلصت اوضه الاطفال ورحت بقى الصاله كنت بوريها لكم، يعني عايزه ارايكم فيها ماشي. وبرضو انتوا عارفين بقى لمساتنا الاخيره دي بقى، يعني بعد ما خلصت وكده جبت المعطر ورشيت في الصاله وخلصتها وقفلت وعايزه اقول لكم والله ان هي اتفاجئت لما شافت الدنيا عامله كده. بتقول لي وانت عملت حاجه في البيت؟ قلت لها ده انا مسكت البيت مسحته. وكانت قالت لي حول الله يا ربي، طب كنت قعدت يا بنتي، انت جايه ترتاحي يومين وكده. قلت لها عادي يا ماما ولا يهمك، انا كده مش بعمل في شقتي، ما انا بعمل في شقتي. واللي وصل اللي عندنا كده يا بنات يصلي على النبي كده، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يوميه سوسو والعيله.